بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. حبايبي واخواتي اللي قالوا لي في التعليقات احنا بنحب تربية الطيور بس للأسف ما عندناش مكان، وبما ان قناتكم قناة توفير ست البيت عايزين يكون عندنا اكتفاء ذاتي من الطيور. فتعالوا هقول لكم الفكرة اللي انا عملتها في البلكونة يا بنات. انا عندي البلكونة العرض بتاعها متر، متر الا كام سنتي كده يا بنات، يعني ممكن متر الا 15. فممكن تستغلي البلكونة بتاعتك حتى لو المساحة بتاعتها صغيرة وتجيبي فيها عدد على القد اللي هو احنا بنتكلم دلوقتي كاكتفاء ذاتي مش كمشروع. والفكرة لو مناسبة ليكي تقدري تنفذيها، مش مكلفة. ممكن لو عندك اي خشب انت ما بتستعملهوش توديه لحد نجار وتقولي له المقاسات اللي انت عايزاها. انا قفلت تقريبا كده مترين طول ومتر عرض يا بنات، يعني هجيب فيها في الصيف 10 فراخ وفي الشتاء 15 فرخ. ما بتحتاجش مننا حاجة زي ما قلتلك، مش مكلفة. تقدري بقى تربي فيها فراخ بلدي، فراخ بيضة. ان شاء الله هنجيب فيها الدورة بتاعة العيد ونطلعها قبل العيد مع بعض بأمر الله. البلكونة يا بنات بتاعتي على شكل حرف ال اللي بالطول كده بطول الشقة وبجنب كده للأوضة بتاعة الولاد. انا جيت من تحت الشباك وعملت العش، عملت كمان فتحة التهوية بعيدة عن الشباك خالص. واللي هيقول الريحة وما الريحة اللي احنا هنعمل كمية صغيرة وهنكنس لها كمان، فمش ريحتها ما بتكونش قوية. فالمشكلة بتاعت الريحة دي يا بنات لو انت مش عاملة كمية كبيرة او عدد كبير ما بيكونش لهم ريحة مع النظافة والاهتمام زي ما بقول لكم دايما. ده كان الشكل بتاع العشة بعد ما حماية قفلها لي. عملت الباب نص سلك ونص ابلكاش كده يا بنات ان شاء الله، وانا بحضن هقفل السلك ده خالص. ومن فوق برضو ابلكاش وفيه قطعة سلك للتهوية. وزي ما قلت لكم تكلفتها مش عالية. كمان لو عندك اي خشب اوضة نوم قديمة اي حاجة قديمة تقدري توديها لاي حد نجار، وتبقي وفرتي كمان في المصنع، تديله بس المصنعية او شغل ايده. المساحة بتاعتها زي ما قلت لكم متر عرض ومتر ومترين طول. ودي فتحة التهوية اللي سبتها من فوق. برضو في فترة التحضير هقفلها ان شاء الله. هنجيب دورة العيد مع بعض ونطلعها في العشة دي. خليت الارتفاع بتاعها اقل من الشباك يا بنات على طول، يعني بحيث ان انا افتح الشباك عادي فتحة التهوية بعيدة عن الشباك خالص، بحيث ان اي ريحة ما تدخلش على الولاد. وكمان زي ما قلتلك الكمية لما ما بتكونش كتير ما بيبقاش في ريحة تقريبا، مع النظافة والاهتمام كأنك مش مربية حاجة في البلكونة. فهي الفكرة دي بسيطة مش مكلفة. اللي يقدر ينفذ الفكرة ما يترددش. انا اقدر اعمل الفكرة دي غيري يقدر يعملها، كمان في ناس تانية ما تقدرش تنفذها. انا قدمت لكم الفكرة اللي يقدر ينفذها ينفذها، هتوفر معاكي كتير جدا. تربية الطيور في البيت بتوفر اكتر من نص الميزانية. كمان حاجة احنا بنكون مربيينها بايدينا، مش عاطين لها ولا هرمونات ولا حاجات تضر ولادنا. دي تقفيل العشة من الداخل يا بنات. كمان رفعتها شوية كده بحيث ان انا ادخل كده وانا مرتاحة للطيور، وفي نفس الوقت الشباك يتفتح عادي. في ناس شايفاها مقفلة البلكونة للسقف بس لاغيين الشباك خالص. فكل واحد ينفذ الفكرة على طريقته والمناسب ليه يعمله. اتشجعوا يا بنات ما تكسلوش. تربية الطيور سهلة جدا والبيت بيكون كله خير. ما بتشيليش هم اي ميزانيات خالص طول ما عندك طيور في البيت. كل حاجة بعد كده بتكون سهلة. ده التصميم على فكرة انا اللي مصمماه، وقلت انا عايزة الباب نصه سلك ونص ابلكاش بحيث ان التربية هنا هتكون ممتازة جدا جدا في الصيف. لكن في الشتاء الله اعلم، انا في الدور الخامس يا بنات والجو بيكون تلج حرفيا. فان شاء الله هجربها معاكم في الشتاء وفي الصيف وهتشوفوا النتيجة بنفسكم. انا كنت خلاص كنستها ونضفتها خالص يا بنات، بجهزها ان احنا ان شاء الله نجيب دورة فراخ بتاعة العيد مع بعض. فالوقت ما هنزل لكم الفيديو ده بعدها بيومين او 3 هجيب الفراخ بأمر الله. فيتشجعوا يلا نبدأ الدورة مع بعض. ولو اول مرة تربي طيور في البيت خصوصا الفراخ البيضة، ابدأي معانا بعدد صغير ان شاء الله. الدورة دي هتكون عددها ممكن اجيب 15 فرخة زي ما قلت لكم، احنا لسه الجو مش حر. فاقدر اجيب في المتر عرض ومترين طول 15 فرخة. لكن في الصيف المكان ده ما يشيلش اكتر من 10 فراخ. تكلفتها مش عالية، مقفلينها بأبلكاش يا بنات زي ما انتوا شايفين.
يعني حتى لو هتشتري الخشب والسلك مش هتكلفك تكلفة عالية. ولو عندكم افكار تانية سيبوها لي في التعليقات، كلنا بنستفاد من بعض. اتمنى الفكرة تعجبكم ونشجع بعض كده في التعليقات، ونبدأ دورة فراخ جديدة نذبحها قبل العيد. لو البلكونة بتاعتك ينفع ان هي تتقفل بالطريقة دي او السطح، ما تتردديش ابدا. تربية الفراخ مش صعبة خالص يا بنات، محتاجة بس شوية اهتمام مننا مع شوية اضافات بنضيفها، وهتوفري نص الميزانية، وده كلام عملي مش كلام وخلاص. ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا ويرزقنا الخير كله، اللهم امين. حابه اشكر كل حبايبي واخواتي اللي دخلوا لي القناه جديد، تعليقاتكم بتفرحني جدا. ان شاء الله بيكم وبدعمكم قناتنا تكبر. القناه انا عاملاها بهدف توفير ست البيت، بنتكلم في اي حاجه تخص التوفير، ومفيش اكتر من الميزانيه بتاعه الطيور اللي بنوفر فيها. بنربي عندنا اكتفاء ذاتي بدون علاجات، كلها اعشاب طبيعيه، فده في حد ذاته اكبر توفير. دي العشة من الداخل يا بنات. هنعتمد في التهوية على الفتحات البسيطة اللي تحت دي في اول فترة، وبعد كده هعتمد على الفتحة اللي انا سبتها فوق. قفلنا المكان كويس جدا بحيث ان ما تعرضيش الفراخ لاي خطر، عرسة تدخل فار فتضيع لك الفراخ كلها. الحاجات دي كلها لازم ناخد بالها منها، يعني لو فتحة تدخل صباع واحد ممكن تدخل منها عرسة لا قدر الله يعني. ومهما كانت الفراخ عمرها كبير يا بنات، لو دخل عندها عرسة خلاص انسي ان الفراخ ده اساسا تكبر لو لحقتي منهم حاجة. فربنا يستر. انا عملت التجربة دي بحيث ان احنا نجربها مع بعض واشجعكم يا بنات، عشان خاطر حبايبي اللي قالولي ما عندناش مكان نربي فيه طيور. فكرة بسيطة تقدروا تنفذوها وربنا يوسع علينا جميعا، ويبقى عندنا بدل العشة الصغيرة دي اكبر مزرعة بعدين، وتكون كمشروع بأمر الله. انا هنا بوريكم الباب يا بنات، عملت نص سلك والنص اللي تحت خشب، برضو في فترة التحضير. السلك ده كله هقفله ان شاء الله. كل الحاجات دي هنزلها معاكم قبل دورة الفراخ. الجزء ده من البلكونة بحر يا بنات، يعني زي ما قلت لكم التربية في الصيف فيه هتكون ممتازة. ممكن كمان ما نحتاجش لكهرباء خالص. اشتركوا في القناة كده وتابعوا الدورة من البداية، ان شاء الله هنزل معاكم كل الخطوات يوم بيوم، من وقت استقبال الفراخ وتجهيز العشة لحد عمر الذبح بأمر الله. اشتركوا في القناة وارفعوا الفيديو بلايك عشان الكل يستفاد، ونبدأ مع بعض دورة فراخ جديدة نطلعها قبل العيد. طبعا انا هبدأ في التجهيز، سواء بقى الكهرباء، كمان جبت الترمومتر يا بنات بتاع درجة الحرارة. بأمر الله لما نيجي نحضن انا هحضن في نفس المكان ده، بحيث برضو اللي ما عندهمش مكان مقفول للتحضير يشوف كل الخطوات خطوة بخطوة ازاي هنحضن في نفس المكان ونوسع على الفراخ. كل المراحل هنزلها معاكم بأمر الله. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل الإشعارات. حبايبي اللي بيتفاعلوا معايا في التعليقات شكرا من القلب. حبايبي اللي معايا من أول إنشاء القناة ربنا يبارك فيكم يا رب ويحسن ما بين إيدينا جميعا. أشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.